صاحبك نجح وانت لأ؟ سبقك بسنة في الجامعة ولا بترقية في الشغل وانت واقف مكانك؟ غيران ها؟ طبعا دلوقتي زمانك بتجلد نفسك ليل نهار وشايف قد ايه انت شخص سيء، مش كده؟ لا، مش كده. تعال اقولك، الغيرة دي مش إشارة انك شخص سيء، الغيرة دي جرس انذار، جرس بينبهك انك رابط قيمتك بساعة مش بتاعتك، بقصة مش قصتك. كل واحد فينا ربنا خلقه لغاية وهدف، محدش فينا اتخلق عبثا. فالترقية دي أصلا ما كانتش بتاعتك عشان تزعل عليها. شوف ايه اللي في ايدك واعمله. اسأل نفسك، ربنا خلقني ليه؟ جابني هنا ليه؟ أكيد مش كمالة عدد. أنا في المكان صح، بعمل اللي يرضي ربنا، بقوم بفروضي كاملة من صلاة وصوم وزكاة عشان أطلب منه يرقيني ولا يديني البنت الفلانية. ركز في ورقتك يا صاحبي، وما تضيعش وقت تاني تندم فيه على راح عشان ما تخسرش اللي جاي. مهمتك الوحيدة دلوقتي إنك تكسر الساعة دي وتستخدم الوجع ده كبنزين عشان تشغل بيه موتور رحلتك انت. سباقك لسه ما بدأش، والعوض لسه ما جاش، ومش هيجي إلا لما تشتغل على نفسك، تسأل وتدور، تتدبر في خلق الله فيك، تعرف إيه الحكمة من وجودك، وتفتكر إنه ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني أشتغل على نفسي، ما اقعدش أبص على ورقة غيري وأضيع وقتي. ده جوه دماغك ومساقك زي الفل يا صاحبي.